فيديو النهارده يا جماعه من العيار التقيل. النهارده هقول لك على شويه اسرار هتعلي مستوى صورك بشكل انت تستغربه. انا النهارده مش هسيبك الا لما يكون عندك على الاقل 100 صوره اجمد من بعض. بس قبل ما نبدا عايزك تخش عندي على الانستا تتابعني دلوقتي عشان هنكسر الدنيا جامد قريب، وعايزك تعمل لايك برده وسبسكرايب، ويلا بينا على طول. من ضمن اسئلتكم اللي جات لي عندي على الانستا واللي هي يا مطر انا مش عارف اتصور، كل صوري يا اما بتطلع شكلها غريب يا اما بيبقى شكلي مضحك. وردي بيكون على اللي بيسالني السؤال ده كالاتي: بص يا ابني انا عايزك تصور كتير وفي اي مكان وباي لبس وباي حاجه عندك، بعدها افتح الانستجرام واتفرج على صور عجباك وحاول تصور نفسك زيها بالظبط. ايه بقى فايده الحوار ده؟ ان تصويرك الكتير قدام الكاميرا هيخليك متعود على تعبير وشك وضحكتك وتفاصيلك وملامحك، وهتكون كل حاجه فيك مألوفه. دي كده البدايه. دلوقتي بقى هبدا معاك الاسرار اللي هتعلي الليفل بتاع صورك فوق. رقم واحد: استخدم الاضاءه الطبيعيه. عايز اقول لك ان الاضاءه الطبيعيه دي سحر حرفيا، يعني لو في حاجه اوصيك بيها النهارده هي هتكون اضاءه الشمس. حرفيا هتنقل مستوى صورك في حته ثانيه. بس هي الفكره بقى انهي اضاءه شمس؟ الاضاءه اللي اقصد عليها هي الاضاءه اللي قبل الغروب. الاضاءه دي بتكون ناعمه خالص وبترسم ملامح وشك. واوعى ابدا تحط الاضاءه في ظهرك، دايما الاضاءه تكون في وشك بالجنب. يعني انت واقف بتتصور كده الاضاءه جايه لك كده، بيتقال لك 45 درجه، بس عشان ما نكبرش الموضوع هي كده خليها جايه لك بالجنب، يعني مش في وشك دايركت ولا ايه من جنبك، لا خليها جايه لك كده. رقم اتنين وهي الزاويه. اولا زاويه الوش حاجه مش ثابته، لان كل واحد فينا عنده زاويه وش بتبرزه وبتخليه احسن. اما بقى الزاويه الثانيه اللي اقصد عليها هي زاويه الكاميرا. فافضل زاويتين ممكن تاخد منهم صور هي الزاويه اللي في النص والزاويه اللي من تحت. الزاويتين دول حرفيا هيبينوك ان انت واثق من نفسك وهيخلوك نجم في السماء وسوبر ستار. الزاويتين دول فعلا بوصيك بيهم لانهم ليهم ابعاد معينه بترسم ملامح جسمك وملامح وشك وبيبينك اكبر، وبيداروا فعلا اي عيوب كان قصر او نحافه او ايا كان. الزاويتين دول بيداروا كل حاجه، ولما تبقى الصوره كلوز عليك بس انت بيبان ان انت ايه، الحياه وقفت عندك. اكن لازم الكل يركز مع الشخصيه دي، عكس مثلا الصور اللي تلاقي ايه وراك ناس كتير او انت صغير بالنسبه لحاجات اكبر. لا، دي الصور دي اللي هي من النص اللي هي مثلا من بتصور ماسك الموبايل ماسك كده او من تحت شويه. نوع التصوير ده بيبينك احسن وبيرسم ملامح جسمك. رقم 3 هي ايدك لازم تحطها في حته. طبعا مش هقول لك هتحطها فين، انت عارف قصدي، يعني في جيبك او اي شكل من دول كده. انا اكون حاطط على الطريق اللي هيخلي صورك جنب، بس برضه لسه فيها اسرار هتخليك باين بعيد عن الناس. حرفيا لو عملتها كل الناس هتكلمك وتقول لك عملتها ازاي، هيحسوا ان انت عارف حاجه هم ما يعرفوهاش وبعيد عنهم بسنين ضوئيه. لو عايز الاسرار دي فعلا اللي هتنقلك في حته ثانيه خالص، اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تشوفش كل جديد، واكتب لي تحت في الكومنتات اسرار. لو لقيت كومنتات كتير كاتبه الموضوع ده او حتى كومنت واحد ومعمول عليه كذا لايك، هعمل لكم الجزء الثاني وهقول لك على اسرار الادفانسد اللي انا واخدها من المصورين حرفيا. بس كده يا سيدي، ده كل اللي عندي اقوله لك النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تشوفش كل جديد. عندك اي مشكله او عندك اي سؤال هسيب لك تحت لينك الانستجرام، خش عندي على الدي ام ابعت لي مشكلتك او رسالتك، رد عليك يا اما في رساله يا اما في فيديو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.